تهانينا لعشاق البارسا. البارسا يتوج باللقب 29 في تاريخه، وهذه المرة على ريال مدريد في الكلاسيكو، وبالتالي يتعادل الفريقان في نسبة الفوز بالكلاسيكو 106 فوز بالنسبة لكل فريق. البارسا وصل إلى النقطة 91، في حين أن الريال خرج بموسم صفري للمرة الثانية على التوالي، والبارسا يتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي. الريال ربما المشاكل الداخلية أثرت بشكل كبير على المستوى الذي ظهر عليه في المباراة، في حين أن البارسا كان عازما على تحقيق 3 نقاط وتحقيق اللقب على أرضية ملعب الكامب نو. هنيئا مجددا لفريق برشلونة، وبالتوفيق للميرينغي مع تاريخ جديد وخلطة جديدة ربما ستبدأ بتعيين مدرب جديد وحل المشاكل التي يعاني منها البيت الأبيض. والحاجة الزوينة اللي عجبتني أنه في نهاية المباراة اللاعبين بيناتهم كيتسالموا، لكن عندنا حنايا هنا ربما في القهاوي كتلقاهم شي كيدابز مع شي وشي كيغوت على شي للأسف الشديد، وربما حتى ما شاهدناه في الديربي البارحة من كلاشات بين الناديين الرجاء والوداد. الكرة مجرد لعبة وكتبقى كرة منفوخة بالهواء، وما نخليوهاش هي الهدف الأسمى في حياتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.